كيفكن أصدقائي؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير صحة يا رب. شاهدلكن كتير 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 هيك كومايات ورجعت لكن فيديو جديد. أصدقائي فيديو اليوم بيخص كل صبية تحب تهتم بشرتها بالبيت وبدون ما نحتاج نروح على مراكز تجميل، بمكونات كتير بسيطة ومتوفرة بكل بيوت. اوكي اصدقائي، وقبل ما نبلش فيديو اليوم لكل حدا جديد معنا بتمنى تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك للفيديو وفعلوا زر الجرس عشان دايما يوصلكن اشعار كل ما منزل فيديو جديد على قناتي. ولا تنسوا تعملوا شير للفيديو لرفقاتكن اهاليكن مشان ينضموا لعائلتنا. وخلينا نبلش فيديو اليوم. ليتس جو. اصدقائي نحتاج ملعقتين سكر، شوي من زيت زيتون، كمان ملعقة عسل، وهلا هيك نخلطها كلياتها مع بعض. وهلا رح نعمل تقشير لبشرتنا مدة 5 دقائق. أصدقائي نستفاد من السكر في تقشير البشرة، ينظف البشرة ويخلصها من الشوائب، وكمان يقلل من خطوط الدقيقة والتجاعيد في بشرتنا ويحافظ على جمال البشرة. زيت زيتون تعمل على ترطيب وتغذية البشرة، والعسل تحتوي على نسبة عالية من فيتامينات والمعادن الذي يغذي بشرتنا، ويساعد العسل في ترطيب وكمان تفتيح وتنظيف البشرة. اوكي اصدقائي، بعد ما هيك عملنا تقشير لبشرتنا، هلا لازم نغسل وشنا بمي فاترة. بغسل وشي وبرجع لكم مرة ثانية. اول شي رح نحتاج ملعقتين من زبادي، ملعقة عسل، نحتاج ملعقة كركم، عصرة ليمون. هلا تنحرك كل المواد مع بعض لحتى نحصل على قوام متجانس اللي بدنا اياه. اوكي اصدقائي، بعد ما هيك صار ماسك معنا جاهز، هلا تنحطه على بشرتنا. أصدقائي نستفاد من زبادي في ماسكات البشرة، لأنه زبادي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تساعد على محاربة علامات التقدم في السن. كمان يساعد زبادي في ترطيب وتفتيح البشرة وعلاج البشرة من تصبغات وحروق الشمس والبقع الداكنة موجودة في وجهنا. نستفاد من كركم في ماسكات البشرة، لأنه كركم يعالج حب الشباب ومحاربة تفتيح البشرة، وكمان يكافح الشيخوخة والتجاعيد. أصدقائي، وبعد ما هيك حطيت ماسك على بشرتي وخليتها مدة 15 دقيقة. هلا خلص الوقت، لازم أغسل وشي بمي فاترة وبرجع لكم مرة تانية بآخر خطوة. اوكي اصدقائي، وبعد ما غسلنا بشرتنا بمي فاترة، وهلا الخطوة اللي قبل الأخيرة وكتير ضرورية، لازم تجيبوا قطعة بوز وتحطوها هيك على بشرتكن مدة 5 دقائق مشان تسكروا المسامات. مثل ما عم تشوفوا بإيدي كيس على شكل راس قطة. هدول الأكياس نحطها بالبراد وتكون متجمدة ونستفاد منها دائما، وخاصة أيام نسوي ماسكات لبشرتنا. هدول أكياس متوفرة بمحل تيدي، بتيجي منها أكتر من موديل ورسمات كتير حلوة. اوكي اصدقائي، وصلنا لخطوة اخيرة وهاي خطوة كتير ضرورية. بعد ما سكرنا مسامات وشنا بقالب بوز، هلا لازم نحط كريم ترطيب تبعنا على بشرتنا، وانتو حطوا كريم ترطيب اللي دائما متعودين عليها. اوكي اصدقائي، وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ان شاء الله عجبكم يا رب، استمتعتوا معي، وبتمنى تستفادوا من هيك فيديوهات بعملكن اياها. لكل حدا جديد معنا بتمنى تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك للفيديو وفعلوا زر الجرس مشان دايما يوصلكن اشعار كل ما بنزل فيديو جاي على قناتي. ولا تنسوا تعملوا شير فيديو لرفقاتكم لاهاليكم مشان كلن يشتركوا بالقناة وينضموا لعائلتي وتستفادوا من فيديوهات اللي بعملها. واشوفكم بخير وسلامة بفيديو جديد. باي.